فكره ان انت يبقى عندك عضلات ده في حد ذاته شيء جميل. لو جيت انت بصيت على الناس اللي هي اجسامها واو وتخيلت نفسك مكانه يعني، وعرفت ان الموضوع ده بسيط يعني، وان الدنيا سهله وممكن توصل للمستوى ده بكل سهوله، وتخيلت نفسك مكانه وان انت بطل وان انت وي ايه دي؟ وفجاه تصحى على الواقع المؤلم اللي انت فيه. بجد يعني حالتك صعبه قوي. قوم هات حاجتك وتعالى معايا يلا. بص، هو مبدئيا كده وقبل اي حاجه عشان ما يطلعش اي فيلسوف يقول لك العضلات دي جينات واحنا ملناش اي دخل فيها. قبل ما يطلع اي فيلسوف ويقول لك العضلات دي جينات واحنا ملناش اي دخل فيها، اسكت بقى. ممكن تسكت؟ خلينا متفقين ان الجينات بيبقى ليها دور كبير جدا في شكل وحجم العضلات، وحط تحت حجم العضلات دي 50 خط، بمعنى ان مش كل لعيبه كمال الاجسام بيبقى جيناتهم كويسه او حلوه. بس المهم ان ده مش موضوعنا. اي حد فينا ممكن يخلي شكل جسمه حلو ككتله عضليه، ولكن دي بتقف على شويه عوامل. تعال اقول لك على شويه العوامل دول ايه. تعال هات ورقه وقلم بقى واكتب ورايا. اولهم هي الاستمراريه. ممكن دي حاجه ما تكونش عامل جسدي 100%، لكن هي بتكون عامل نفسي في الاول وفي الاخر. بس الاستمراريه بيبقى من اول واهم العوامل اللي بتوقف عليها شكل جسمك. الاستمراريه مش على شكل الجسم بس، الاستمراريه على اي حاجه انت عايز تعملها او اي هدف انت عايز توصل له. احنا الهدف او الرينج بتاعنا ان احنا نوصل لشكل جسم كويس، فالاستمراريه لازم تبقى رقم واحد معانا. تاني حاجه وحاجات من الحاجات المهمه جدا، وهو كل العوامل دي مهمه جدا يعني، وهي النيتريشن او التغذيه. التغذية بتاعتك هتفرق جدا 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 في معدل تضخم او زيادة الكتلة العضلية بتاعتك او شكل جسمك في العموم. وحابب اقول لك معلومة في النقطة دي، ان انت لو اتمرنت من غير اي تغذية فانت كده ما عملتش اي حاجة. جسمك هيتكسر، ده بالعكس نسبة الاصابات بتاعتك هتزيد معاها نسبة اصابتك بالامراض، هتزيد معاها ضعف المناعة، هتوصل لحاجات كتير جدا. فلازم تهتم بالتغذية بتاعتك، ده شيء اساسي، ده شيء مفروغ منه. وده اللي هتلاحظه على سرعة ادائك وسرعة تطورك في الليفل بتاعك ووصولك من شخص عادي لشخص خارق. ده غير انها هتأثر في طريقة ادائك او طريقة تمرينك بالذات. يعني مثلا لو انت واكل كارب كويس والمخازن بتاعت الجلايكوجين تمام والدنيا فل معاك، فانت هتلاحظ ده في طريقة أدائك للتمرين وطريقة تحملك، وإن أنت تزود الليفل بتاعك بسرعة في أي رياضة كانت. وفي فيديو هيبقى قريب جدا إن شاء الله عن التغذية. بس أنا زعلان منك أنت لحد دلوقتي كده ما عملتش لايك ولا اشتركت ولا أي حاجة. يا اخويا اولع انت بجد. تالت عامل من العوامل دي، وهو عامل يعني شرحه صعب شويه لكن انا بحاول ابسطها لك، وهي طريقه تنظيمك ليومك. في مثل عندنا بيقول ان الشقه بيصغر عمر الواحد. اظن المثل ده قرب لك الفكره اللي انا عايز اتكلم فيها شويه. باختصار، بلاش ترك نفسك زياده عن اللزوم في حاجه انت اصلا ممكن تكون في غنى عن الحاجه دي اساسا. حاول ان انت تكبر دماغك، ما تشيلش في نفسيتك يعني من الاخر. دي حاجه بتفرق جدا، دي هتفرق في الموضوع كبير شويه، بس يعني باختصارا كده ان انت بتلعب على العامل النفسي، ان ده فيها مشكله في العامل النفسي، فهيأثر على طريقه ادائك في التمرين. ان انت مش منظم يومك، ده في حد ذاته بيأثر على فسيولوجية الجسم، مش جهاز العضلي بس، مش العضلات بس، بيأثر على يعني جميع اجهزة الجسم. اظن كده الفكرة وضحت. بتقول ايه؟ الموضوع ده كبير بس اكيد انت فهمتني يعني. رابع عامل معانا وهو طريقة نومك. النوم ده موضوع كبير جدا، ممكن يتعمل عنه حلقات مش حلقة واحدة بس تعالى اقول لك على شوية نقط سريعة كده في موضوع النوم ده. يا ريت بس تكتب النقط دي وتسجلها عشان تعملها، يا ريت يعني بعد اذنك. خلي نومك بيتراوح من 7 ل 8 ساعات يوميا. حاول ما تخليش نومك كله متصل، يعني ال7 أو ال8 ساعات دول ما تنامهمش كلهم متصلين. في دراسة اثبتت ان الصحيان في نص الليل ما ربطوش بمدة معينة، لكن مثلا مش اقل من نص ساعة. لو مثلا تصلي الفجر او تلعب يوجا او تلعب رياضات التأمل او كده، دي بتحسن اداء كل اجهزه الجسم، بتخلي الجسم يعمل ريكفري سريع، بتخلي الجسم يستفيد بمعدل نومه. حاول في نص اليوم ان انت تاخد قيلوله. يعني ايه قيلوله؟ حاول في نص اليوم ان انت ترتاح شويه او تنام لك مثلا نص ساعه لساعه في نص اليوم، ده ان امكن. ولكن ان ما امكنش خلاص يعني، ان ما امكنش برضه تصحى في نص الليل خلاص برضه يعني. انا كده انت بتصحى في نص الليل، انت بتصحى في نص الليل. وفي غيرها حاجات كتير، بس اكيد انا مش هقول لك كل حاجه دلوقتي واحرق لك كل حاجه يعني، اكيد. وصدقني لو التزمت بالاربع عوامل اللي انا قلتهم لك دول، فعلا شكل جسمك هيفرق معاك، وهتلاحظ تحول كبير جدا في بنيه جسمك. واكيد التحول ده هيبقى الاحسن بصوره طبيعيه، باكد عليها تاني. ما تنساش تنورنا هنا بقى في الشانل عشان ما يفوتكش كل حاجه مهمه زي الفيديو ده. وفكك من كل اللي بيقول لك
بصلي في نص الفجر او بصلي في نص. رابع حاجه وهي طريقه نومك. لا الجمله دي مش هتخلص بقى ولا ايه؟